مساء الفل يا رجاله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا ناس كتير جدا شايفين ان احنا متاخرين شويه في تصوير الموتوسيكل اللي المفروض نجيبه، اللي هو الهوندا جولد وينج او الكawasaki كونكورس. طبعا احنا عندنا كهرباء قطع، بس لو تشوف في ورا جولد وينج لونه اسود. والحلو بقى ان احنا النهارده هناخد كawasaki كونكورس نجربه، وبعد كده ناخد الهوندا جولد وينج اللي ورا ونختار ما بينهم ونقول لكم ايه الجديد. ايه رايكم يا جماعه في الحكايه دي؟ طبعا احنا في معرض الريان ساب لنا الفرصه الجميله دي ونقول لكم الاحلى ما بينهم وناخد فكره معاكم عنهم. يعني فكره فعلا في فرق كبير قوي ما بين الاثنين. فيلا ناخد النهارده كونكورس نجربه كام يوم كده، وبعد كده نرجع ناخد القمر اللي جوه الهوندا جولد وينج. طيب كawasaki موجود هنا اهو، طلعه لنا بره. وهنا ما شاء الله في طبعا نور قاطع، اللي بيدور على بيرجمان، اللي بيدور على هوندا او بيبي كينج او جولد وينج. ان شاء الله جولد وينج اهو، جولد وينج اهو لونه اسود. ده 2002 اي بي اس. حلو، نطلع ناخد الموتوسيكل بتاعنا ونخلع بقى. طيب مبدئيا ده مفتاح الكawasaki، شياكه قوي بصراحه يا جماعه. والحلو في الموضوع ان الكawasaki ده من 2014، من كام؟ 2008 لحد 2024 يا جماعه، وهو نفس الشكل على نفس الريموت على نفس الافكار. ده واضح ان هو في حوار كبير قوي عشان يقدروا يخلوا الموتوسيكل يفضل بنفس القوه كده. بصراحه انا عملت له ريفيو قبل كده، بس انا اول مره هركب الموتوسيكل ده كفكره اني بجد امتلكه وتفاصيله ايه جوه البلد، لان احنا دايما بنريفيو الاداء، بنريفيو حاجات كتير، ولكن عمليته لا، ما بيبقاش فيه فرصه ان احنا نجربه لايام طويله يعني. يا سلام يا سلام يا جماعه، انتوا متخيلين الصوت اللي بره الكروز عامل ازاي؟ في اكزوست تعديل الجاكمان ده الموتوسيكل ده حته ثالثه، حته ثالثه. موتوسيكل المرور وسط الزحام 1400 سي سي، 1400 سي سي 4 سلندر، موتوسيكل زد اكس 14، واحد من اسرع الموتوسيكلات اللي عملتها كawasaki وممكن نقول في العالم. فقلبوه يبقى موتوسيكل ريس مريح. يخرب بيت دماغ كawasaki يعني. لا هي دماغ من اول هنا لحد ما هي عملت الاتش 2، واحد من اسرع الموتوسيكلات. في الاخر كده الموتوسيكل ده بتاع واحد بتاع ريسات عقل، يعني عارف بتاع الريسات اللي بيجري ده المجنون وعقل شويه بيجيب ده. طبعا المشاريع والزحمه في مصر مختلف شويه عن اي زحمه. انك هتلاقي مشاريع على تكاتك على حمار ماشي على مثلا طرق مقفوله. الايام دي في اسكندريه كل الطرق مقفوله يا جماعه. فنصيحه، حتى ده اسمه كوبري قناه السويس، كوبري محرم بيه يا جماعه، ده شريان اسكندريه مقفول بيصلحوه. اللي عايز يجي اسكندريه الايام دي، هو لو ناوي يقعد في العربيه يجي، لان فعلا الطرق نيله بنيله الايام دي. يا عيني يا عيني يا عيني، العربيه سخنت منه، زود لها ميه. حياه بقى، كل اللي طالع من شغله وحوارات وحكايات، يعني اشكال والوان. احتمال فعلا انك تعطل وسط الزحمه والمطبات والتكسير. يعني اذا ما كسرتش من الله 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 الله، اذا ما كسرتش من حاجه هتتخرم كاوتشك، ما تخرمش كاوتشك هتسخن من الزحمه. طبعا في هنا بقى سكرينه كهرباء، ونطلع لطرق سريعه كده يرفع السكرينه الكهرباء. طبعا دي سكرينه تعديل، لما بترفعها نسبيا بتحوش عنك الهواء بنسبه كبيره جدا، بس لان هي بتبقى طالعه قوي ما بينفعش انت تاخد عليها سرعات. يعني مثلا اخرك 120 140، بعد كده لازم تنزلها. فده التورينج كونديشن. تمام. طبعا الموتوسيكل ده متطور جدا 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 في سيستم الكمبيوتر بتاعه على سعره، يعني في الفئه السعريه وبالنسبه لحاجات كتير. فواحده من الحاجات المتطوره ان هو عنده نظام بيخليك يعني تحاول توفر في الوقود، لان هو 4 سلندر 1400 سي سي. فبيقول لك كده في دايره في العدادات بتظهر لما تبقى انت على نقله مريحه الموتور شويه، واول ما تبتدي تستهلك كتير بتختفي. فالموضوع ده رايق جدا. سواقة الموتوسيكل دي يا جماعه ممتعه زي الريس، مش اخده اي جزء بعيد عن الريس.
الصراحة مريح جدا جدا، وفكرته حلوة قوي بالنسبة للريس. والحلو كمان ان في عداد نقلات هنا، يعني يقول لك انت على النقلة الكام، الخامس، السادس. غالبا النقلات دي مبتبقاش موجودة في الموتوسيكلات اللي هي غالبا موتوسيكلات احترافية. يعني غالبا ده مش هيبقى موتوسيكل الاول اللي رايح يسوقه، فبيبقى فاهم يعني ايه يعرف النقلة من غير ما يشوف الارقام يعني. وبعدين الموتوسيكل يا جماعة دلوقتي انا حاسس ان انا ماشي على 50 وانت اصلا ماشي على 100. موتوسيكل عايز حد مجنون. بسم الله ما شاء الله، ثباته واحد من اروع واحلى ثبات الموتوسيكلات التورنج، اللي ما بين مثلا خيارات زي جولد وينج والفراديرو. يا جماعه ده ثباته في حته تانية، في حته تانية بصراحه. موتوسيكل يا جماعه مجنون. وقت ما بتلمس هنا بتلاقيه بيروح من ال 100 ل 160 في ثانيه. يعني شيطان، يعني بيقول لك اجري، بيقول لك يا عم اجري، بس انت اجري اجري. بص احنا دلوقتي يا جماعه كده اصلا ماشيين على 140. يعني ممكن تسافر، يعني اقول لك ايه، طبيعي والله، طبيعي 140 ده. المشكله 140 والار بي ام لسه على بدايته، وانا على الخامس مش على السادس. متخيلين ان هو قد ايه ممكن يسافر على 160 180 وهو اصلا موتوسيكل مرتاح مش عارص عليه. طب خلينا نجيب السادس كده، استنى اجيب السادس. جبت السادس، يا نهار ابيض. ار بي ام 3.5 من 13 على 140. ده يعني انت متخيلين كانك مسافر بعربيه الار بي ام على 1.5 1.8 وانت على 140 150. الكلام ده في موتوسيكل يا جماعه. عم بقى وسط الجو الحلو والشمس الحلوه دي، انت مسافر قاعد ظهرك مفرود قاعد مبسوط، يعني قمه الاسترخاء كده. كل ده وانت فجاه ممكن تحول ده يبقى غول يعني. تركيبه حلوه قوي. طبعا التركيبه دي في منها الياماها اف جي ار، ومش هقول لك الهوندا اس تي، هو نفس الفئه وشكل البادي، ولكن الموتور بتاعه مش موتور سبورت خالص يعني. بس الفكره بقى ان الموتوسيكل ده ينقصه مثبت سرعه، ومثبت السرعه ما ضافوهوش على ولا تحديث من تحديثات الموتوسيكل ده. حاجه غريبه شويه. طيب وصلنا يا جماعه الجراج. وصلنا يا جماعه، ايه رايكم في شكل الموتوسيكل ولونه عامل ايه؟ من اللي جاي نجربه لكم ونقول لكم كل التفاصيل عنه، وده نقول لنا رايكم في التجربات دي وانطباعاتكم. لو راكب موتوسيكل زي ده قول لي اكتر حاجه حبيتها وما حبيتهاش في الموتوسيكل ده. شكرا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش بقى ايه، تشوف حبه الفيديوهات اللي موجوده هنا السابقه واللي قادمه، تعمل لنا سبسكرايب ولايك عشان تعرف اكتر عن الموتوسيكلات.